وأنا عندي دعاء للسنة أدعوهم إلى التشيع. التشيع هو طريق الجنة. التشيع هو مذهب الحق، هو الإسلام الحقيقي، منهج أهل البيت. ما أتاكم الرسول فخذوه. هذا أبو بكر وعمر نهبوا اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، ومن بعدهم عثمان اغتصبوا الخلافة، ومعاوية حارب عليا، وعمر جر عليا من رقبته بالحبال. قل لي التاريخ، لا أقول هذا التاريخ يثبت الحقيقة. وكسر ضلع الزهرة. لذلك احنا لا عدالة الصحابة ولا عندنا أهل البيت. واللي يريد يجادلنا ويقول انتم تسبوا هذه رموزهم، ما ادري انت اللي تقول، لان تحصل بعض الاصوات من الشيعة يقول رموز. عمي رموزك دافع عنهم، يسبوا ابو طالب، يسبوا ابو الرسول، يسبوا ام الرسول، يتهمون بالكفر. هذا مو سب لهم؟ كفر اتهمون بالكفر يعني النار؟ لا، ابو طالب قال في ضحضاح من النار، اعوذ بالله. يعني ابو بكر وعمر في الجنة وابو طالب في ضحضاح من النار. ابو بكر وعمر وعائشة وعثمان وأبو سفيان ومعاوية في الجنة، وأبو الرسول وأم الرسول وأبو طالب كافر الرسول في النار. ما في عقل عند هؤلاء السنة؟ فكروا، كتبكم اقرأوا، مو كتبنا. اقرأوا كتبكم. وبالتالي أي واحد من المثقفين أو مثقفين في الواقع الشيعة يريد يقول رموزهم ما رموز، يقول دافع عن رموزك أول إذا تستحي، لأنك جبان. لو عندك جرأة دافع عن رموزك أولى من دفاعك عن رموز الآخر. والله دافع عن هبل أحسن لك. كان الرسول الله سب هبل، نفس منطق الجاهليين. كان الرسول سفه أحلامنا وشتم وسب أصنامنا. ما أدري ليش الرسول يسب أصنامهم؟ ليش الرسول يسب آلهتهم؟ سب آلهتهم الرسول. لأن لإثبات الحقيقة نحن كذا، والسلطة السياسية هي اللي تحمي. أنا أكد هنا وأعيد وأكرر مرات ومرات، السلطات السياسية والسلطات الدينية الزعماء، لأن عروشهم تتهاوى.